يا صباح الفوان على كيفة القهوة في كل مكان. هنعك النهارده عكايه سريعة كده عن طريق ايه؟ عن طريق سامس كوفي اليورجت شيف الاثيوبي. انا ما عملتش عكايه فيها فلتر من فترة طويلة، فانا جايب لكم النهارده قهوة فلتر وهنعك كده عكة سريعة. هنعمل ايه؟ هنطحن القهوة دي طحنة قهوة فلتر. هنعملها باستخدام اداة وهي الفي 60. هنعكها بحاجتين صغيرين كده. الحاجة الأولانية إن أنا هاخد عود قرفة جميل كده، ريحته جميلة شبه السيجار، جايبه من حراز لسه طازة، وحرميه هنا كان هيكسر الإزاز. وهناخد شوية قرنفل في اللذاذة. هناخد 3 حبات قرنفل، لأن خلي بالكوا القرنفل ده قوي جدا، ف3 حبات دول هيشهيصوا لنا الكمية كلها. 1 2 3. وهنطحن دلوقتي القهوة ونسخن المية ونبدأ بقى نستخلص مع بعض. ونطحن 20 جرام حلوين كده. طحنا اهو، القهوة ايه جاهزة اهي. حطها ايه في الفلتر الجميل بتاعنا. والله العظيم القهوة يا جماعة وهي مطحونة بتبقى في حتة تانية. جرى العرف ان معظم الناس اللي بتشتغل قهوة فلتر بالفي 60 درجة الحرارة دايما 88 89، تبقى هي دي الدرجة الحلوة بالنسبة لهم. انا هنا بستخدم ايه؟ انا بستخدم اثيوبي. الاثيوبي ده سيد المعلمين انت وهو، محصول بيديك حمضية كده ومزازة عالية قوي في الطعم، بيلسعك كده وانت بتشرب. ولو عملته فلتر بدرجة حرارة قليلة بيبقى خفيف، قوامه قليل، وفي نفس الوقت مرارته بتبقى شبه معدومة، ودي حاجة مش حلوة قوي، وحمضيته بتبقى عالية قوي. فانا هلعب بطريقة مختلفة شوية. انا هعمل ايه؟ انا هشتغل بدرجة حرارة 92. حلو؟ مش 88 ولا 89، هشتغل ب 92. فال 92 دي هتعمل ايه؟ اول حاجة انا طحنة فلتر مظبوطة، لا هي خشنة قوي ولا هي ناعمة قوي. درجة الحرارة العالية لما هتخش على حبيبات القهوة المطحونة هتخلي الاستخلاص طعمه فيه مرارة ازيد والقوام اتقل. فتخيل بقى كده درجة الحرارة دي مع المرارة الازيد شوية مع القوام التقيل لما ينزلوا على القرفة والقرنفل. صدقوني انا متوقع ان احنا رايحين في سكة جامدة جدا جدا جدا. هي دلوقتي خلاص بقت 91، فيلا بينا نبدأ الأول بالبلومينج الجميل بتاعنا. البلومينج هيبقى 50 جرام. مدة استخلاص القهوة إن شاء الله احنا هنطلع في دقيقتين ونص بالكتير، لأن الطحنة مش خشنة قوي ومش ناعمة قوي، ده اللي أنا عايز أقوله. هنعمل صبات بطيئة جدا في أول 3 صبات، والصبة الرابعة هنصب فيها باقي الكمية كلها، وهتبقى صبة سريعة. نفس اللي احنا نقدر نعمله ده نقدر نعمله مع تلج. بدل ما تحط 300 ملي مية او 300 جرام مية على 20 جرام قهوة، ممكن تحط منهم 50 جرام تلج. حلو؟ 50 جرام تلج و250 مية، فتنزل على تلج فتديك طعم تاني بقى. والحاجات اللي بتنزل على تلج لمعلوماتكم بتبقى مسكرة، بس انا هنا مش محتاج اطلع الطعم المسكر. انا اوريدي معايا قرفة، واوريدي معايا قرنفل، واوريدي كنت هوقع كل حاجة دلوقتي عشان كانت تبقى العكاية مظبوطة، يعني زي ما الكتاب بيقول. ده شكل التحميصة. افتح من يعني تقدروا ميديوم، ده ما فيهوش دارك متهيألي، ده كده ميديوم صح يا استاذنا؟ بالظبط 300 جت على اخر صبة بالملي. عايز اقول لكم ريحة القرفة والقرنفل مع ريحة القهوة اشي خيال. يلا نبدأ. صبة العرقسوس اللي بتغسلني من جوه. طيب اول حاجة الريحة، طبعا القرنفل حاطط ريحة هو والقرفة وباينين، بس بقى في ريحة تانية باينة.
عارفين ريحه الياسمين، ريحه الزهور كده، هي ريحه الياسمين دي برضو مقصره، ريحه حلوه. يلا ندوق كده ونقول بسم الله. ندوق تاني. لازم تشد كده الشده تخش في كل مراكز الاحساس في لسانك، فوق وتحت ويمين وشمال، وعلى المر وعلى الحادق وعلى الحلو وعلى المسكر وعلى كل طعم. بقى اللي انا كنت عايزه جبته، الطعم المزز قوي اللي بينغص عليا عيشتي في الاثيوبي وانا بشرب. انا مش بتاع مزازه قوي قوي وحامضيه قوي قوي عاليه. لما عليت درجه الحراره كسرته. الصباط فرقت والطعم فرق. القرنفل هو اللي انا مش لاقي له اي اثر، يعني انا متهيألي لو كنت شلت القرنفل ما كنتش هلاقي اي فرق. بص ايه اللي طلع في بقي، قرنفل. قال لي انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ حلوه قوي قوي قوي. حابب اقول لكم ان طعم القهوه اتغير 180 درجه بعد ما بردت. ظهر فيها بقى شويه حاجات ما كانتش ظاهره وهي سخنه. ظهر فيها شويه تسكير، ده رقم واحد. ظهر فيها شويه شوكولاته، شويه كاكاو بمعنى اصح، مش شوكولاته، شويه كاكاو. طعم التوابل اللي انا حطيتها ظهر اكتر لما درجه الحراره قلت. طعم المشروب بقى احلى، وده يخليني اروح للمرحله الثانيه، ان انا كنت اعمل المشروب ده ساقع. فانا عشان اعمله ساقع صح انزله على تلج، يعني استخلص على تلج تحت. بس احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه، ممكن نجيب تلجيتين كده ونجرب نشرب الحبه الباقيين دول على تلج ونشوف هتبقى عامله. تلجتين اهم، نحطهم هنا ونقلب في التلج بقى. خلي بالكوا هي فيها عيب ان انت بتقلل الريشيو دلوقتي، لان انت بتحط تلج، التلج ده هيسيح وانت اصلا ظابط الريشيو مسطره، فانت دلوقتي بتقلل الريشيو، بتخلي نسبه الميه اكتر. فانا متوقع ان ده هيخلي الطعم يقل شويه، بس احنا بنجرب. طيب كده حطينا شويه التلج الجميل بتاعنا مع القرفه وقلبنا تقليبه عنب، ويلا نجرب. بص التلجايه نزلت وشكلها ممكن تبقى حاجه حلوه. قرفه 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 قرفه، انا عمال اشرب في قرفه. بس عارف دلوقتي القرفه بقى خلاص هي لما قعدت في القهوه شويه خرجت كل اللي فيها، فانت فعليا بتشرب قرفه بس. يا ريتني كنت عملتها ساقعه من الاول، يا ريتني كنت عملتها ساقعه من الاول. لا 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 لا، وهي ساقعه في حته تانية خالص خالص. حلوه 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 حلوه، وبجد تستاهل بقكم. طيب في نهايه العكايه دي احب اقول انها سخنه، انها ساقعه، في الحالتين هي عكايه حكايه. انبسطت جدا ان انتوا استحملتوني ان انا اقعد الوقت ده واعمل لكم العكايه دي. نجرب بقى حاجات جايه كتير ان شاء الله مع بعض، ونبقى مع بعض على طول.